هذه مشاعري في رثاء والدي صالح بن خبزان رحمه الله. أنا ابنه ناصر، كتبتها فقد أحببته وتعلقت بحبه في دنياه وبعد مماته، لكن الحظ لم يحالفني بالعيش معه في معظم طفولتي بسبب قدر انفصاله عن أمي من وقت مبكر، رغم تعلق كل منهما بالآخر. لكنها الظروف القاسية التي ألقت بكاهلها عليهما. غفر الله لأبي ومتع أمي بكامل صحتها وعافيتها، وأسأله اللطف بحال عمتي أرملة أبي والمن عليها بالشفاء وحسن الخاتمة. مات أبي غفر الله له وتغمده بواسع رحمته في ليلة 16 من شهر صفر لعام 1437 هجرية، وعجزت عن كتابة ما يشفي غليلي في رثائه إلى أن مرت 10 سنين على موته، فاستعدت الذكرى وتهيجت مشاعري، وأحببت ألا تمر 10 إلا وقد رثيته بما يفتح الله به علي، سائلا الله تعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. آمنت بالله ربي لا شريك له، رب تجلى وفوق العرش مستويا، ارحم أبي واجعل الفردوس مأواه، أدعوك يا ربي وقلبي ظل مرتجيا، يا رب عبدك في جوف الثرى ضاف، في قبره وحشة والقلب قد طفيا، مضى ووجدي عليه اليوم يحرقني، كأنه مات بالأمس القريب ليا، كم عشت طفلا وإني تحت كفته، أمشي بخطو خجول منه منثنيا، ينساب صوته في الأذن منهمرا، عذبا زلالا لضام منه مرتويا، ومن رآه رأى بشرا يحيط به، كالبدر بات بفضل الله محتويا، ما زلت أذكر تقبيل الجبين له، وسحر دعوته في الليل معتليا، كان العطوف إذا ما اشتدت البلوى، وكان سيفي إذا ما الخطب منتشيا، واليوم أرنو إلى قبر يضم أبي، أبكي بصمت وأشكو الحزن مختفيا، 10 مضت والحنين المر يقتلني، ما صرت من بعده بالعيش مهتنيا، كم كان في البيت نورا نستضيء به، يحنو علينا ويدعو الله ممتنيا، وكم دعا في ظلام الليل مبتهلا، يناشد الله إن أخرى وإن دنيا، لنا بقلب محب صادق وجل، ما زال فينا برغم الشيب معتنيا، 10 مضت والسؤال المر أين أبي، أين أبي، أين أبي، 10 مضت والسؤال المر أين أبي، والشوق من خاطري ما كان منتهيا، أبكي على صور في الذهن عالقة، وأشتكي فقده دوما وإن خفيا، ما زلت أذكره في كل زاوية، وفي المساء أراه الحلم مرتقيا، قد كان يضحك والأفراح ناصعة، ويملأ الدار طيبا ظل منتشيا، رباه فاجعل له ظلا ومغفرة، فإنه كان للسنة الغراء منتميا، واغفر له يا إلهي كل زلته، حتى يكون من النيران محتميا، وأسقيه شربة من حوض سيدنا، بها يظل إله الكون مرتويا، يا رب إني ما نسيت هنا أما رؤوما لها ما زلت مرتميا، يا رب إني ما نسيت هنا أما رؤوما لها ما زلت مرتميا، فجازها خير ما تجزي الخلق قاطبة، واكتب لها الأجر والتوفيق منثنيا، واختم لها يا إله الكون خاتمة، تطيب فيها بأخراها لها اللقيا، وعمتي لم تزل بالصبر ساكنة، فيها السكون ولكن قلبها حيا، كانت كزوج أبي نعم المعين له، لكنها ضعفت والحال ما قويا، أمسى لسان الدعاء فيها خفتا، ولم يزل قلبها المكلوم منتخيا، واجعل لنا في دروب الخير منزلة،
يكون كل بها عن الآثام منزويا. وصل يا رب دوما دون ما عدد على نبي أتى للعالمين ضياء.